تخيل معايا تصحى في يوم تلاقي بيتك اتسرق، مش بس كده، اتسرق منه 50 مليون جنيه و3 مليون دولار و350 ألف جنيه استرليني و15 كيلو دهب. أيوة 15 كيلو دهب. الست نوال الدجوي واحدة من رموز التعليم في مصر، مؤسسة جامعة MSA، صحيت تلاقي الخزنة بتاعتها متبهدلة والفلوس راحت، والأغرب إن الشك راح لأقرب الناس ليها، تحقيقات، بصمات، كاميرات، والشرطة بتدور على الحقيقة. بس السؤال هنا، ليه كانت كل الفلوس دي في البيت؟ وازاي الحرامي دخل وخرج من غير ما حد ياخد باله؟ ودي مش سرقة عادية خالص، وممكن تكون أكبر من مجرد عملية سرقة. بس قبل ما ندخل في قصة السرقة نفسها، خليني أسألك ازاي الست نوال الدجوي جمعت كل الفلوس دي؟ نوال الدجوي مش أي واحدة، دي من رواد التعليم الخاص في مصر، بدأت من زمان من أيام الخمسينات، وبنت إمبراطورية كبيرة من المدارس والجامعات، سنين طويلة من الشغل والنجاح، وطبعا ده جاب معاها فلوس كتير. بس اللي محير بقى، ليه كانت الفلوس كلها موجودة في شكل كاش وذهب في البيت، مش في البنك ولا مستثمرة في حاجة تانية؟ يظهر إن جزء كبير من الفلوس دي كان ورث عائلي، وكانت محتفظة بيه بعيد عن البنوك، يمكن عشان خصوصية أو عشان مشاكل قانونية أو حتى عشان الثقة. واللي اتقال في الأخبار والكلام ده مش من عندي، إن نوال الدجوي بتشك في حفيدها بسبب خلافات عائلية قديمة حوالين الميراث، لكن لسه مفيش دليل رسمي يثبت الكلام اللي بيتقال في الأخبار. وطبعا المبلغ كبير جدا، 264 مليون جنيه، وطبعا وشوية فمبلغ كبير جدا جدا يعني. بس لسه في تحقيقات وحوار، فالواحد برضه مش عايز يظن ظن وحش، فالله اعلم المبلغ ده من ايه او منين، فمحدش يعرف. وكمان في ناس بتفتي كتير، فانا ما ينفعش ان احنا ناخد بكلامهم، احنا نستنى التحقيقات وبعد كده ايه نعرف الحقيقة بس. لكن ان احنا نظن ظن وحش ما ينفعش. والخبر ده انا نقلته من الاخبار وبس كده، وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو.